هاي جايز، كيفكم؟ فيديو اليوم هيكون عن تجهيزات ليلة المدرسة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. ليتس جو. اول حاجة بقى جبتها وهي الكشكول ده. اوكي. هو كبير، فجبت الحاجات اللي هي ناقصاني. اوكي، من ساعة فيديو مشتريات للدراسة جبت الكشكول ده. هو يعتبر جايلي هدية. اوكي، كشكول كبير ده كده كده انا كنت هجيب زيه. فاول يوم باخد كشكول كبير وبعدين بنقله في الكشاكيل بقى التانية واكتب الحاجات اللي هما محتاجينها. اوكي، والقلم ده كان جايلي هدية، فكشكول مع القلم. اما انا كده كده كان عندي قلم كتير. وجبت مخمرية، بصوا ريحتها تحفة بجد. وجبت الطرحة عشان اللي عارف ان انا جبت في الفيديو اللي فات قلتلكم ان انا ما جبتش طرحة تجهيزات ليلة المدرسة. فلو ما شفتوش روحوا شوفوه، هسيب لينك اول الفيديو في اول تعليق، روحوا شوفوه واستنوا فيديو روتين اول يوم مدرسة. فعايزة اللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب عشان في فيديوهات نارية شرارية نازلة. فانا جبت بقى الطرحة دي اللي هي بتكون ببندانة، تحفة قوي عجبتني صراحة. وجبت زمزمية برضو عشان ما كنتش لسه جبت زمزمية، برضو عجباني قوي، لونها بينك نفس لون الشنطة. وجبت شراب كيوت قوي 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 بجد تحفة. بصوا هو قريب من لون المدرسة، لون تيشيرت المدرسة هو رمادي، بس تيشيرت المدرسة رمادي غامق، فاللي عجبني فيه وكمان من فوق كده ابيض، فنفس الطرحة لون، فكان عاجبني. صغير قوي، فاللي هيشوف كده يقول ايه ده شكلك صغير قوي، بس انا كده مع اني في اولى ثانوي. فالمهم فجبت وايبس برضو وجبت زبدة كاكاو. فدي يعني كانت الحاجات اللي هي ناقصاني. اوكي، فاول حاجه رتبت المكتب وحطيت له مفرش جديد وبدات ارص عليه الحاجات، فمش محتاج شرح فسيبكم مع الفيديو. فهنا بقى بعد ما خلصت المكتب، عشان انا خدت وقت فيه كتير عشان ترتيب عميق، وهنا بقى دخلت على السرير، رتبت السرير كويس وغيرت الملاية، وبعدين بدأت ارش عليه بادي سبلاش. انا مش بحب ارشه معطر عشان مش بحسه الريحة مش بتكون قوية قوي. وهنا بعد ما رتبت الميك اب وحاجاتي، بعد بقى ما خلصت ترتيب اوضتي، بدأت بقى بتجهيز شنطتي. فاول حاجة جهزتها بدأت امسحها عشان كانت معفرة قوي بوايبس. بجد انا كنت جايباها من فترة كبيرة، فبعد ما جبتها سبتها بقى مش بكيس ولا حاجة كده، فبقت بهدلت اوي. شوفوا المناديل كان مليان تراب. فاول حاجة حطيت كشكول اللي انا لسه جايباه الجديد ده، فكيوت قوي. انا اول يوم مدرسة مش باخد غير كشكول واحد، خدت الكشكول الانجليش ده معايا احتياطا، وحطيت بقى الكشكول في الكتاب في الشنطة، وبجد طلعت الشنطة مساحتها كبيرة قوي. وبعدين بقى في التانية احط اللانش بوكس والزمزمية. في الاخر هقولك هنعمل ايه بقى. وبعدين في التانية بقى هنحط في المقلمة الحاجات اللي هنحطها في المقلمة. فاول حاجة طلعت الاقلام عشان اوريكم ايه الحاجات اللي هحطها في المقلمة. بجد اكتر حاجة محمساني الاقلام، كيوت قوي. فهنا بقى هعمل المقلمة بالاقلام فهوريكم، فخلي مش محتاجة شرح، فكملوا الفيديو مع نفسكم.
بصراحة عايزاكم تقولولي ايه رأيكم في المقلبة، بجد عجبتني جدا بعد ما حطيت فيها الحاجات، بجد تحفة. وقلت بقى الهايلايتر مش هحطهم في المقلمة، عشان كده نقاط المقلمة مش هتكون احسن حاجة، فحطيتها بقى المقلمة في النص هنا. حطيت بقى المقلمة وحطيت الهايلايتر في نفس برضو الجيب، وحطيت النوت بوك بتاعتي عشان بجد مهمة جدا قوي. فياريت اول يوم مدرسة تكتبوا يكون معاكم نوت بوك كده او كشكول صغير تكتبوا فيه المدرسين هيقولوا ايه الكشاكيل اللي هم محتاجينها. اوكي، في الشنطة بقى الصغيرة حطيت الوايبس والمناديل العادية. بجد انا عندي الحاجة دي مهمة جدا، عشان بجد لما اجي اكل وايدي هتكون متربة فلازم امسحها. وبعدين حطيت الآلة عشان لو احتاجناها لو اول يوم رياضة، وان شاء الله هكتب بالجدول، فاستنوا فيديو روتين اول يوم مدرسة. وبعدين بقى حطيتها في المحفظة بتاعت اللي جايه مع الشنطة، حطيت فيها الفلوس اللي اهم حاجة اصلا. وبعدين حطيتها مع المقلمة والحاجات. هتقولي ليه انت حطيها هنا ليه معلقتيهاش؟ هعلقها لما بكره بقى ان شاء الله. وبس دي كانت الحاجات اللي بحطها في الشنطة اول يوم مدرسة، عشان كله سألني كتير اوي، سألني بحط ايه اول يوم في شنطتي، فشاركتكم. اول حاجة بقى الزمزمية واللانش بوكس، انا قبل ما اكل مع انهم جداد لازم اغسلهم، فبعد غسلتهم بقى وبعدين مليت الزمزمية، مليتها مية وحطيتها في التلاجة عشان بكرة كده تكون مية متلجة وحلوة. وهنا بقى بوريكم الاكل اللي بكرة ان شاء الله هشارككم فيديو روتين اول المدرسة. فجبت جبنة ولانشون وفينو، وبعدين بقى بدأت اكوي لبس المدرسة. بصوا حسيت الجيبة مش محتاجة كوي خالص، التيشيرت اللي كان حسيته محتاج مكوى، وبرضو كويت الطرحة. وبعدين بقى ده كان لبس المدرسة وده كان الشراب وكده وجهزتهم، وده الكوتش. عايزاكم تقولولي ايه رأيكم في لبس المدرسة بتاعنا. فاول حاجة بقى عملت روتين بشرة، غسلت بشرتي بالغسول، وبعدين عملت سكراب وحطيت شيت ماسك ده تحفة بيرطب قوي، وكريم مرطب وزبدة كاكاو وزيت ومشط للشعر. وبعدين بقى بدأت قلت هاخد شاور، وحطيت بودي سبلاش ومخمرية وحاجات كده. فبس كده كان خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب. بس باي. عايزاكم تستنوا فيديو روتين اول يوم مدرسة ان شاء الله بكرة، بس توقيت الساعة 10 كده 11.